عبارة وبخير أدريس بشار سلوما خلقي قندي كوچو تابعي قضاء شنغال داعش إيري شكر سرمدا الپانزدهی هشت 2014 گرتن ب 1200 کس لے کوم کرن المدرسة کے شید گندے کوچو دا میر بصفحية کے کرن وشباب بصفحية کے کرن وزلام بصفحية کے کرن وجنكو زارو بصفحية کے کرن جنكو زارو برن كصبايا ومير مجموعة دورية در ودورية گند كشتن بسيزده مجموعة مير كشتن. Good evening. My name is Idris Bashar. I am from Kocho, a village in the south of Sinjar, which is located in Kurdistan, north of Iraq. We are more than 1,200 residents in Kocho. On August 15, 2014, ISIS attacked our village and separated men from the women and children and killed all the men, and they took the women and girl for themselves as the sabaya, which is mean enslaved woman. They took me together with a group of men and boys to the backside of the village to kill us in the mass execution. I was injured to a place until I was rescued. 28 نفر شمالا ما گرتن هجده 19 بله دیمن قد بن جارنا لی ام جوارا بیجن کو مراسم که هتیاج لدار خستن جبو پیشکش کرنا خلاطا دایک ترزا لهندستان جبو لیلا تعلو کچا کردا زدی یا کو چندین جاران کرن فروتن په هتیا کرن گوتر بردوام گوتر گوتر rescued by the office of His Excellency Nijirvan Barzani, Kurdistan Regional Government Prime Minister. حتى نهال دستدا عشدة معايا البند المد زورا عند معايا أم داخوازيت كن دولتك وكهندا أما زن هكا دنگي ما بگهين يا گلك داري ديترو گلك دولتا ما دنگي خو گهان ديدا هكا هاي كاريا كما بگهين حكومتا عراقي كسكي اشتكش مرنا كريا حكومتا اقلية كردستان نجمان برزاني سروك حكومتا كردستاني دركوي كسكي هاري كاريا كما دولتك عربي نج دولتا عراقي نج دولتك اش دولتي اوروبي. Nine of my members of my family are still missing, and along with them, 3,000 more abducted Yazdian Kurds are still in the captivity of the ISIS. And I would like to ask for the international committee to help and cooperate with us and build some pressure on the Iraqi government and international community to help us rescuing the abducted Yazdian Kurds. إيرو أزدا خاصتكم شافي ما إن مثلا الخلق كي جيبه شافي ما إيرو شافي ما وحيد السروكة كي هاي الحكومة أقليم كردستان نيتيرفار برزاني إشبلي وي كسك بهاوارا ما نهاتو كي هاوارا ما كرو كي هاري كاريا ما كرش سروك نيتيرفان برزاني درت كفي أزقلك ممنوني ويما وأس ممنوني حكومتها هندم إيرو أزب خلاتك خلات كريمة وسوباس شورا. The only person who have helped us through this process and we have been rescued, it is the private office of His Excellency Kurdistan Regional Government Prime Minister. And thank you very much for this such an award. It is very proud, and thank you. Thank you. حالا گوتر ادریس بشار بو ورگرا خلاط دایک ترزا و بریر هدوی مراسمی دا لیلا تعلوشی گوتر خو پیشکش بکن گهداریا گوتر لیلا تعلوشی بکن کو ویج خلاط ورگرتی.
سه هشت 2014 داعش هجومي شنقال كر 19 عائلة ما هكم هاتنا قرتن نفسها إزدياه مشكل. Good evening. Good evening. My name is Leila Talo, one of the many young girls rescued from ISIS terrorists. On the 3rd of August 2014, my family of 19 members and I were kidnapped by ISIS. هكا داعش مقرتن وقت داعش مقرتين الشنقال دا مدي شواء عالمة كشتن بشري بريء هم كشتن يعني بلا سبب ما كما تشتكنا كربو قيجو جنيه مشخورة برن أمشان هم كرنا السبايا شخورة وزلامد ما هم كشتن. We face all the kind of torture, fear, hunger, religion change, rape, sexual slavery, and many other horrible and unimaginable acts. وقتي داعش مقرتين يعني وقتي أز عائلة مقد كريم أس برم شخراس هر داعش كي مثلا يكيز فروت ما هشتاش شخرا برم يكيز الدامة يكي أو داعش هر يكي جنسية مختلفون شو من دولة تابون بس عادبون داعش عم تفروتنا يكودو. I was sold 8 times to 8 person from different person and to different countries from Syria, Iraq, and other countries. داعش اغتصاب بريتشت جنيت ازدياد كرن زارو دوان شوان دبرن خوارنا دانا ما اجباري قلتنا ما لهن ديني خب بادلينن يعني تشتكنا ما هكا بسري ما نتكرن امكرن خادم خو غلام خو يعني تعذيبنا ما هكا بسري ما نكرن. Many young girls, as young as 10 years old and even younger, were raped and used as sex slaves. Yet the Iraqi government and the other international community remain silent and have done very little about this. وأتانا هاي نهش عائلة معنا زلامة مي بابي زارد مي عائلة برايمة وكريت وياهم إيش معنا وزيدي سي هزاري إزدي جي دستوان دا معنا ودهش ده زار جنو زارو دهش عائلة بس خلاص بونا. Only 10 members of my family have been rescued through this office, which is Nijirvan Barzani, Kurdistan Regional Government Prime Minister, with the help of this office, which we have opened, and thousands of dollars have been spent to rescue this, as like Leila and Idris and many others. And there are more than 3,000 still under captivity of ISIS. براسي كده تشتكش مرة ناكر وي وقتي يعني شن دولات وعالمهم بعساك كاتب سري يبادب سري ازدياد هات اكيد تشتكش مرة ناكر بس وقتي خلاص بنو رزقارت بنش دست داعش بس مكتبة سيدة اني تشيربان او ما تكري او وي حقي دفعيني وقالك دراب يعني مصرف كراتا بس او دهش عائلة هكا خلاص كرنا يا اكيد برسامة ناكرو اكي هاجي منينا. No one have helped us. Not international, not national, not anybody. And still, we need help to rescue that remaining one. My husband and my child, my nephew, are still under the captivity of the ISIS. We don't know what happened to them, where are they, what is going to happen. And expect only the one office, which is the Prime Minister of Kurdistan region, Nijirvan Barzani, His Excellency, is the only place which is supporting them for rescuing this Yazidin court from ISIS. وكونهم زانين يزيد بلنقاس انك تشتكي وانا ما كماليت وان شون يعني تشتكي وانا ما هكا نشوي باكري على الاقل عائلام كاري ما بكري بس عائلام نكارين هيدش عائلام بكرن بس بيجي الدولة تشتكيش مرة ناكن يعني طلبة مشوان هنا افسي هزار يزيد دستي وانا ما هزار بالترجي اما برابن ويعني تشتكيش مرة بكن يطا كان قوي هاتر كامدا وقبل دستي داعجة وافتشتي مستمرة اغتصابها أقيتو جنيت إزيديو أو فروتنو أو كشتنو أو هي موجودة حاليا. This sexual slavery, it is continued, and till when we have to face all this difficulty, and not national, not international have done anything for us, and we are from poor family, and without effort and support, we cannot live, and more than 3,000 are still there, and there must be someone have to do something about this.
which is country, nation, UN, someone have to be responsible for this human. جارك دي بيش ما ممنوني وما بوفي خالاتي تشتكي قالك ما زناها كون احتراما ما تكنوهم في خالاتي وداما بس بيت تشتي هري مستري ما شوت به وني دست داعش ده خلاص بكن اف او تشتي او خالاتي هري مستريها كهم بي تشتيش مرة بكن. This award speaks to the painful and critical situation of a thousand of our people who are still in captivity. But more than this award, we want some help to take these people, innocent people, out of the captivity of ISIS. قالك ممنون ايش في دعويش في خالاتي سباس شورا. Thank you very much for this award and thank you for your time.